مساء الخير. أنا وصلت الحمد لله رب العالمين. يا جماعة، أنا ما قد واجهت ناس سلبيين زي اللي واجهتهم اليوم من جدة والرياض. رجال أنا ما أعرف كيف هم رجال. في ناس أحس يعني على صغر المواقف ما فيهم أي نخوة، ما عندهم أي بادرة كويسة. يعني في مواقف مفروض الرجل يعملها مع البنت بدون تمالح، من باب النخوة تحديدا إذا كانت البنت لحالها. أبسط الإيمان أنه أنت تمشي إذا أنت واقف في طابور وجات بنت أنه أنت تخليها قدامك. هذا من أبسط التفاصيل اللي أنت ممكن تعملها. يا جماعة بالطيارة أنا كنت شايلة شنطة، أنا ما أشحن الشنطة، أنا عادة أشيلها معي. فتخيلوا في جدة والرياض، سواء بجدة أبغى أرفع الشنطة حقتي فوق، عدا أني أنا شلت الشنطة حقتي طول الدرج حق الطيارة الحالي ما حد شالها. وعادي انه لما يكون في بنت انه احد يشيل لها شنطتها، عادي، مو بلازم توقف جنبها وترزرز عيونك يعني وتوريها انه انا النخوه وما ادري وش، عادي شيل الشنطه. طلعت الطياره، قاعد في الدرجه اللي انا فيها تقريبا ولا اقول 10 رجال، بالاضافه للمضيفين والمضيفات. طيب اول شيء انا شنطتي ثقيله، ثاني شيء انا ما اطول المكان اللي يحطون فيه الشنط من فوق. طب احد يبادر يعني. تخيلوا بجده وبالرياض وقفت 10 دقايق قاعدة أحاول أطلع الشنطة ولا أنزل الشنطة، ولا قدامي ألواح ولا كأنه في أحد يحتاج مساعدة. طب أنت كمضيف مثلا هذا شغلك، وأنت كرجل قاعد عادي بادر يعني. إيش هذا؟ أعوذ بالله، ألواح ما تحسون يعني؟ ما في نخوة، ما في كذا مبادرة لأحد يحتاج المساعدة بغض النظر من هو. أعوذ بالله، إيش هذه السلبية والبرود والنفسية؟ يا أقسم بالله لا أساعد لو مين قدامي. في نوعية ما تساعد على أساس أنه يخاف أنه البنت يعني تهزأه. البنت ما راح تهزأك إذا أنت كنت محترم، لكن إذا تتمالح وترز وجهك وتحط المساعدة كبري، إيوة أكيد يعني بتهزأك البنت قدام الناس. عموما الحمد لله رب العالمين، الله لا يحيج أحد يعني لهذه النوعيات من البشر. كويس أني قدرت في النهاية أدبر أموري، ما مت بدونهم يعني. إيه صح، نسيت أهم حاجة. في باص جدة يعني كل الرجال رازين أنفسهم على الكراسي وقاعدين، وحنا يا البنات والحريم الكبار والحرمة اللي معاها أطفال واقفين. طب أنت ليش قاعد؟ قم خلي الناس تجلس. لا، ورازين خشاشهم وقاعدين يقزون بخلق رب العالمين يتفرجون. قم طيب خلي الحرمة اللي معاها أطفال تجلس، اللي لابسة كعب تجلس. في واحد كاتب لي شيلي شنطتك بنفسك وماني بشايل لك شنطتك لو كان معك 10 شنط، إلا إذا كنتي معاقة أو كبيرة في السن. عزيزي، أنت لو جيت بتشيل الشنطة، أنت أو النوعية اللي تفكر مثل تفكيرك، أبى أحطك في الشنطة وذبيتك من الطيارة على أساس إني بقبل يعني. يا أخي عيب كذا أول ما أوصل الرياضة قد تحلطم. أنا آسفة، بس والله العظيم إني من جدة وأنا مقهورة. خلاص المهم الحمد لله على سلامتي.